السلام عليكم يا سيادي يا السامعين. اليوم غادي نحكي لكم حكاية جديدة. كان يا ما كان في واحد الزمان في مدينة سطات، كانت عايشة بنت صغيرة سميتها مريم مع الجدة ديالها في دار قديمة قريبة من حد الحي هادئ. كانت مريم بنت هادئة وفضولية، كتفرج بزاف في الحكايات اللي كانت جداتها كتحكي ليها كل ليلة قبل ما تنعس. وكانت الجدة ديالها كتقول ليها دائما: مريم، المدينة ماشي غير زناقي والديور وكل بلاصة فيها حكاية، وكل باب قديم ممكن مخبي تحت منو سر. مريم كانت كتضحك وتجاوبها: واش الدار ديالنا حتى هي فيها أسرار؟ كانت الجدة كتسكت شوية وكتشوف الباب الخشبي القديم اللي كان في آخر الدار، ومن بعد كتقول: يمكن، ولكن كاين أسرار حسن ما تفتحوهاش بنتي. هاد الجملة كانت دائما كتخلي مريم كتفكر بزاف. واحد النهار كانت مريم كتعاون الجدة ديالها كتنظف واحد المخزن قديم في الدار، وبينما هي كتجمع الصناديق لقات صندوق خشبي صغير مخبي تحت واحد الغطا. الصندوق كان عليه قفل مصدي، وفوق الغطا كانت مرسومة علامة غريبة، نجمة وحولها 7 خطوط. نادات مريم: جداتي، لقيت واحد صندوق. ملي دخلت الجدة وشافت الصندوق تبدل الوجه ديالها، بقات ساكتة لحظات ومن بعد قالت: فين لقيتي؟ تحت هاد الغطا. قربات الجدة ومسكات الصندوق بيدها وقالت بصوت منخفض: هاد الصندوق ما خصكش تحليه. مريم استغربات: علاش؟ اشنو فيه؟ الجدة ما جاوباتش، غير خدات الصندوق وخباته في واحد البلاصة اخرى. ولكن الفضول ديال مريم زاد كتر. في داك الليل وهي في الفراش ما قدرش تنعس، بقات كتفكر: علاش جداتي خافت من الصندوق؟ وفجأة سمعت صوت خفيف جاي من المخزن: تك تك تك. فتحات عينيها، رجع الصوت مرة أخرى: تك تك تك. قامت مريم بشوية ومشات للمخزن. كانت الدار كلها ساكتة. دخلت ولقات الصندوق فوق الطاولة، مع أنها متأكدة أن جداتها خباته. قربات منه وفجأة شافت حاجة أغرب. القفل ديال الصندوق كان محلول. مريم بقات واقفة وما عرفت أشنو دير، ومن بعد قالت: غير نشوف شنو فيه وما غادي نمس حتى حاجة. فتحات الصندوق، لقات الداخل ديالو منديل قديم، واحد المفتاح نحاسي، ورسالة مكتوبة بخط اليد. فتحات الرسالة وبدات كتقرا: إلى اللي غادي يلقى هاد الرسالة، إلا وصلتي لهنا راه السر مازال محفوظ. المفتاح غادي يقودك للباب، ما كيبانش لأي واحد، ولكن قبل ما تفتحو خاصك تعرف الحقيقة. مريم حبسات القراءة، قلبها بدا يدق بسرعة. قلبات الورقة ولقات جملة أخيرة: فتش على العلامة 7. في الصباح ما قالت الجدة ديالها والو، مشات المدرسة، ولكن عقلها بقى مع الصندوق. منين رجعات بدات كتقلب في الدار على العلامة، ولكن واش فعلا كانت هذه هي نهاية السر، أم أن المفتاح كان يشير لباب آخر مازال ما تحلش؟ مرات أيام ومريم حاولت تنسى الحكاية، ولكن واحد الحاجة بقات كتقلقها
المفتاح النحاسي كانت جداتها خباتو في صندوق، ولكن كل مرة كانت مريم كتشوف كانت كتلاحظ أن عليه نقش صغير ما انتبهتش ليه من قبل. كان مكتوب عليه 7 أبواب، والباب الثامن هو الحقيقة. مريم بقات كتقرا الجملة مرة كتيرة، 7 أبواب، شنو كيعني هاد الشي؟ في داك المساء وهي كتقلب في واحد الألبوم قديم ديال الصورة، لقات صورة قديمة جداتها وهي شابة واقفة قدام واحد الباب كبير، ولكن الغريب ماشي في الباب، الغريب كان واحد الشخص واقف بعيد في الصورة، لابس جلابية قديمة، وجهه ما كانش واضح. قلبات مريم الصورة من جهة الأخرى، لقات مكتوب: نهار يرجع المفتاح غادي يبان صاحب الدار. حسات مريم بالقشعريرة، مشات عند جداتها بسرعة: جداتي، شكون هاد الراجل؟ ملي شافت الجدة الصورة تبدل وجهها. جداتها من ايدها وقالت: منين لقيتي هاد الصورة؟ كانت الألبوم. بقات الجدة ساكتة شوية، ومن بعد قالت مريم: كاين شي حاجة ما قالتهاش ليك. جلسات مريم حداها، قالت الجدة: الدار القديمة ما كانش غير دار مهجورة، كان فيها راجل سميتو عبد السلام، كان معروف بالأمانة، ولكن في واحد النهار اختفى فجأة، ومن بعد اتهموه بسرقة أموال كبيرة، ولكن قلتي ليا لقاو دليل أنه هو بريء. صحيح، ولكن بقات واحد الحاجة ما عرفناهاش، شنو هي؟ تنهدت الجدة وقالت: فين مشى عبد السلام؟ بقات مريم ساكتة. فجأة سمعوا صوت من برا للدار: طرق طرق طرق. الجدة ومريم شافوا لبعضياتهم. رجع الصوت: طرق طرق طرق. مشات الجدة للباب وفتحات، ملقات حتى واحد، غير لقات الفوق الأرض منديل قديم، نفس المنديل اللي كان في الصندوق. مريم قربات وقالت: جداتي، هادشي ماشي صدفة. في داك الوقت طاح من المنديل مفتاح صغير. الجدة شافته وقالت: هاد المفتاح عمرني شفتو. مريم شداتو ولقات محفور عليه رقم 8. تذكرت فورا الجملة اللي كانت مكتوبة فوق المفتاح الأول: 7 أبواب، والباب الثامن هو الحقيقة. في داك الليل ما نعسات لا مريم لا الجدة ديالها، وفي الصباح قرروا يرجعوا للدار القديمة. دخلوا من الباب الكبير وبداو يقلبوا على 7 أبواب. لقاو الأول في الغرفة الكبيرة، الثاني في السطح، الثالث ورا مكتبة قديمة، الرابع تحت الدروج، الخامس في واحد المخزن صغير، السادس كان مسدود بالحجر، أما السابع كان مخبي ورا ستارة قديمة. بقات مريم كتقلب على الباب الثامن حتى لقات الجدة. يمكن الباب الثامن ماشي باب عادي. مريم شافت في الأرض كانت كاينة لوحة خشبية قديمة حيداتها بشوية، بان تحتها دروج صغير كينزل تحت هبوط بحذر. في آخر الدروج كاين باب حديدي صغير، فوقو نفس العلامة نجمة وحولها 7 خطوط. مريم خرجت المفتاح رقم 8، دخلته في القفل، ولكن قبل ما تدورو سمعت هي وجدتها صوت من الداخل، صوت راجل كبير كيقول: أخيرا رجع المفتاح. جمدات مريم في مكانها، شافت لجدتها والجدة ما قدرش تنطق، ودارت مريم المفتاح طق، تحل الباب ببطء، وكان ورا الباب سر ما كان حتى واحد فيهم يتوقع.